مساء الخير. هعمل النهارده معاكم الفطير المشلتت بطريقه جديده وسهله جدا وسريعه. هتعملي 100 فطيره بسرعه الصاروخ. شايفين منفوخ ازاي بقى او متحمر وباين قوي ان هو مورق. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق جميع الاغراض وعليه نص معلقه صغيره ملح، وبعد كده معلقه كبيره من السكر. قلبتهم كويس مع بعض وهبتدي بكوبايه ميه واحده وهخلط وهشوف الدقيق هيحتاج معايا ميه قد ايه. هبتدي بقى المها بايدي علشان احس هي عايزه ميه تاني ولا لا. طبعا هي ناشفه جدا. هضيف ليها نص كوبايه تاني كده من الميه عاديه جدا من الحنفيه، وهبتدي اعجنها تاني. هتلم معايا. يبقى انا كده خد عندي كوبايه ونص من الميه. نص كيلو من الدقيق او 4 كوبايات دقيق خدوا كوبايه ونص من الميه. عجنتها شويه وسبتها ترتاح وهرجع اعجن فيها تاني. اديها كده رشه من الدقيق وهبتدي اعجنها تاني بعد ما ارتاحت اهو بالشكل ده كده. لازم عجينة الفطير تكون مفتوحة او طرية بالشكل ده كده، بتلزق بسيط قوي في الايد، ما ينفعش تبقى ناشفة او ماسكة معانا. قطعتها كده ل5 قطع متساوية او على الميزان بتبقى 170 جرام. هبتدي بقى اعملها كويرات واسيبها ترتاح كده على جنب، واغطيها اهم حاجه بكيس بلاستيك واكون دهنه وشهم بالزيت الاول علشان الكيس ما يلزقش عندي. سبتهم يرتاحوا بقى من ربع لتلت ساعه بالظبط، وبعد كده اديت رشه من الدقيق وابتديت افرد اول فطيره. هفردها بقى على قد ما اقدر، ولما الاقيها من ناحيه مش راضيه تتفرد زياده هقوم قلبها على الناحيه التانية وابتدي افردها تتفرد معانا بكل سهوله. هفردها لحد ما اشوف الرخامة او المفرش اللي انا بشتغل عليه بنفس الشكل ده. معايا بقى هنا 100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. هبتدي ان انا افردها كده على العجينة كلها، مش هسيب ولا جزء من غير زبدة. تمام كده فردت كويس قوي. هجيب بقى قطعة البيتزا او سكينة حامية، وهبتدي ان انا اقطع شرايط كده بالشكل ده. هقطع العجينة دي على 4 شرايط. هبتدي بالاطراف، خدت الطرف الاول دوت هلفه كده بشكل مربع، وبعد كده هلف المربع اللي انا لفيته ده من الناحية اللي مفتوحة، هقفل بيها الشريطة التانية بنفس الشكل اللي زي ما انتم شايفين كده. هاخد بقى الطرف، يا ريت نخلي الاطراف دايما من ناحية جوه ونسيب شريطة مظبوطة للوش في الاخر. هبتدي اقفل برضو الاجزاء المفتوحة. اصبح معايا الشكل كده هو مربع زي ما انتم شايفين ومتساوي، مفيش زبدة طلعت، مفيش حاجة زهقتنا. طريقة توريق رهيبة حرفيا وما خدتش معايا وقت نهائي. سبتها في صينية مدهونة بقى بالزيت كده هو ترتاح. هعمل معاك واحدة تاني فردتها وهدهنها برضو بالزبدة. طريقة سهلة جدا جدا حرفيا، انا ما شفتش اسهل من كده. قطعتها ديت ل5 شرايط، مفيش اي مشكلة، على حسب ما تجيب معاكو قطعوها. ابتديت بالاطراف، دخلت الاطراف كده جوه بعض، وبعد كده بقى في الشرايط المتساوية هبتدي ان انا الف
مظبوط على المكعب بتاعي بنفس الشكل كده. هقفل اي ناحية مفتوحة هبتدي بيها، هقوم مقفلاها كده في قلب الشريطة الجديدة. نطبق كده اهم حاجة سهلة جدا جدا، مفيش ابسط من كده. من الناحية المفتوحة اي حد مبتدئ يقدر يعملها. نشوف الجنب المفتوح ونبدأ نقفله مفيهاش اي مشكلة. الجزء التاني من العجين كده بقت برضو خلاص كده تمام. هسيبها ترتاح برضو عندي في الصينية كده بقى. بعد ما ارتاحوا حوالي تلت ساعة هبتدي ان انا افردهم. تتفرد معايا بكل سهولة، مش هرفعهم قوي عشان الفطيرة تبقى حلوة. في الوقت دوت هشغل الفرن على اعلى درجة حرارة الورق او التوريق بتاعها رفيع قوي وتبقى لازقة في بعضها وما يبقاش متجلد معانا. ببتدي بقى افرد كده فيها، شايفين ولا زبدة بتطلع ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت بفردها بكل سهولة. اهم حاجة ترتاح بس كويس لازم. وبعد ما نفردها كده هنسيبها ترتاح 10 دقايق تاني على ما نشغل الفرن ونشغله على اعلى درجة حرارة من تحت. بس تسوية الفطير المظبوطة لازم تبقى من تحت بس على اعلى درجة حرارة، وبعد كده بنشغله الشواية عشان الوش يحمر. الفطيرة اللي لوحدها اللي انا وريتها لكم دي سويتها في الطاسة، حرفيا كانت حلوة جدا جدا، وحطيت عليها عسل كده بس الكاميرا ما جابتش وانا بقطعها. كانت طرية وحلوة قوي قوي. وده بقى اللي كان في الفرن رهيب، خفيف جدا ومورق كله، والوش مقرمش. رشيت عليه برضو سكر بودر. ممكن تاكلوه بقى بمربى وقشطه وعسل على طحينه بجبنه قديمه. بجد كان روعه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. طريقه سهله جدا جدا وجديده مبسطه، تقدري تعملي اكتر من فطيره في وقت واحد. شايفين التوريقه بقى من جوه لو مستواش كويس الفطيره مشبعه ومليانه وحلوه قوي قوي، وكان هيبقى عايزه اقول لكم كمان ممكن نحشيها من الاول، وان شاء الله لو جربتوها هيعجبكم.